تحية إجلال وتقدير لكل من كافح وضحى في سبيل هذا الوطن العظيم الذي نحميه بأرواحنا ونبنيه بعرقنا. بمناسبة الفاتح من سبتمبر دمتم ودام الوطن عزيزا أبيا. إليكم نشرة الأخبار من الفضائية الإريترية، والبدء كالعادة بأهم وأبرز العناوين. الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة تصدر بيانا بمناسبة سبتمبر. عروض ثقافية وفنية بمناسبة الفاتح من سبتمبر. دعم مالي للمحتاجين بأكثر من 400 ألف نقفة في مديرية دقم حريث. قتلى وجرحى في قصف إسرائيلي على مواقع للجيش السوري وحزب الله. الهند تقول قواتها سيطرت على مرتفعات في الهيمالايا. قتيل ومصابين في انفجار شمال العراق. مرحبا بكم إلى تفاصيل النشرة. يوم عظيم للشعب الإيراني، الكفاح المسلح وسيلة للانتزاع للحرية والاستقلال، وهو يوم خالدا في تاريخنا. وبهذه المناسبة الجليلة أصدرت الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة بيانا، فإلى تفاصيل البيان. أصدرت الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة بيانا بمناسبة الفاتح من سبتمبر، الذكرى 59 لانطلاق الكفاح المسلح للشعب الإريتري. وأوضح البيان أن الكفاح المسلح للاستقلال الذي بدأ في عام 1961 كان نتاج تاريخي لمسيرة تاريخية بدأت بالاستعمار الإيطالي في إريتريا، واستمرت تحت الإدارة الإنجليزية الفيدرالي الذي فرض برغبة أمريكية وضم إثيوبيا لإريتريا. وقال في هذا الخضم فإن الفاتح من سبتمبر كسر السلسلة التاريخية للغزو والاستعمار والهيمنة الأجنبية، وكان نقطة تحول نقلت الشعب الإريتري ليقرر مصيره بنفسه. وذكر بيان الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة أن الفاتح من سبتمبر يوم إعجازي نقل الحراك الوطني للإريتريين الذين ولدوا في أربعينات القرن الماضي، وأكد وجوده بتأسيس البوتقة السياسية الوطنية للاستقلال، وتمثل في الخمسينات بحراك مظاهرات الطلاب والعمال، وارتقى بتأسيس حركة تحرير إريتريا إلى أعلى مستويات النضال. وقال البيان إن الشعب الإريتري تصدى في النضال الوطني للاستقلال الذي استمر ل30 عاما للاستعمار الإثيوبي المدعوم خارجيا من القوتين العظمى المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي، وفي الداخل تصدى لأفعال وفكر ضيق الذي هو سبب التخلف والضعف، وتمكن من الانتصار بالنضال الذي قيل عنه أنه مستحيل، بتسخير كل الإمكانات لبناء وتطوير القدرات الداخلية وتنظيمها وتوحيدها، وبناء تنظيم وطني كفؤ بنهج سياسي وفكري وطني قوي. وأوضح بيان الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة أن تجربتنا تبين أن انتصار النضال العادل ليس للضرورة التاريخية، بل يأتي بامتلاك النهج واستراتيجية جيدة، ويعتمد على مشاركة شعبية داعمة بقوة ووجود تنظيم يضم مقاتلين أوفياء. من استقلالنا لا يقاس بالنضال التحرري والتضحيات الجسام وحسب، بل أيضا بالنضال القوي والتضحيات المقدمة للحفاظ عليه وبنائه. ولأننا وكما النضال التحرري خرجنا منتصرين في النضال اللاحق بالصمود والاستشهاد، ها نحن نلج مرحلة جديدة للسلام والتعاون. شهدت سينما روما بالعاصمة أسمر عصر اليوم عروض فنية وثقافية نظمت بمناسبة الفاتح من سبتمبر، الذكرى 59 انطلاق الشرارة الأولى للكفاح المسلح الإريتري. وقد عكست تلك العروض التصدي والاستشهاد الغالي الذي دفعه الشعب الإريتري. واشتمل البرنامج الذي نظمته لجنة تنسيق الاحتفالات على أناشيد وأغاني ودراما موسيقية وقصائد شعرية عكست الدعم الأساسي الذي أبداه الشعب الإريتري والاستشهاد الغالي والثمن الباهظ الذي دفعه لإنجاح نضاله، والجرائم البشعة التي نفذها العدو، وكذلك
صمود الشعب الإريتري. وبثت العروض الفنية مباشرة عبر الفضائية وصوت الجماهير الإريترية. أوضح السكان بأن مشروع قرصة الزراعي فتح لهم فرص العمل وتحسين حياتهم الاجتماعية والاقتصادية واكتساب ثقافة العمل. وأشار السكان إلى أن التنمية المستمرة على مدار السنة مكنتهم من العمل الدائم والتعرف على الزراعة المروية. وذكر مدير مشروع قرصة الزراعي السيد يماني تسفى ميكائيل توسع النشاط الزراعي المطري والمروي في المشروع وازدياد العمال، ويجري العمل إلى جانب المدفوعات المالية والعينية لهم لتعريفهم بالزراعة الحديثة. وينشط مشروع قرصة الزراعي في زراعة الخضروات والفواكه وتربية الحيوانات، ويعتبر من المشاريع الزراعية الكبيرة في مديرية قلوج. المؤسسات الصحية في مديرية سلعة، الممرض زميلة قبر الأول أن الاستفادة الجيدة من المؤسسات الصحية في المديرية ساهم للسيطرة على الأمراض عامة والمعدية خاصة. وقال إن ارتفاع الوعي الصحي ساعد المركز الصحي والعيادات الثلاثة لتقديم خدمات ناجحة للتطعيم ورعاية الأمومة والطفولة والبرامج الصحية الأخرى. وذكر ارتفاع أنشطة رعاية الحوامل بنسبة 8% مقارنة بالسنة الماضية، داعيا إدارات الضواحي الدفع بأنشطة إصحاح البيئة ودفن أماكن تكاثر البعوض لخفض الأمراض المعدية لأدنى مستوى. وأشار إلى تقديم التوعية والإرشادات الصحية للحد من انتشار مرض الملاريا مع قذارة الأمطار، مناشدا المواطنين للاستخدام الناموسيات والتوجه إلى أقرب عيادة عند ظهور أعراض الملاريا. تبرع سكان مناطق ساسح وكورباريا وتخول وميعداقة في مديرية دق محرية الإقليم الجنوبي ب412 ألف نقفة تم توزيعها لأسر الشهداء والمحتاجين. وأفاد مراسل إيرينا توزيع 14 ألف نقفة من الدعم المقدم في عدي غولغول، و200 ألف نقفة في منطقة تخول، و82 ألف نقفة في منطقة ميحوطة، و54 ألف نقفة في منطقة عدي عراتو، و20 ألف نقفة في ضاحية سسح. كما قدمت جمعية معاق الحرب في المديرية أعضائها على الصعيد العالمي. يبقى معنا. وعلى الصعيد العالمي، تسبب القصف الإسرائيلي على سوريا ليلا بمقتل 11 شخصا غالبيتهم مقاتلون موالون لدمشق، وفق حصيلة جديدة أوردها المرصد السوري لحقوق الإنسان. وقال المرصد إن القتل هم 3 من قوات و7 من المسلحين الموالين لإيران من جنسيات غير سورية، بالإضافة إلى مدنية واحدة جراء قصف إسرائيلي طال مواقع عسكرية لقوات النظام جنوب غرب دمشق، وأخرى لمجموعات موالية لإيران حزب الله اللبناني في ريف درعا جنوب سوريا. وأفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية سانا من جهتها أن وثائق الدفاعات الجوية التابعة لها تصدت وأسقطت معظم الصواريخ إلى أهداف. قال مسؤول هندي إن القوات الهندية انتشرت على 4 قمم جبل أستراليا بعدما وصفه نيودلهي بأنها محاولة توقل عبر الحدود المتنازع عليها في جبال الهيمالايا، فيما يلقى الضوء على التوتر المحتدم بين البلدين. وقال المسؤول الهندي الذي اطلع على أحدث التطورات إن تحرك القوات الهندية جاء ردا على محاولة عدد كبير من المشاة الصينية
التوقل عبر الإيرانية للانخراط في جدل مع القوات الهندية، لكن لم يقع لإيران. يكفي متحدثة باسم السفارة في نيودلهي بتجاوز خط السيطرة، وهو خط الحدود، وارتكاب استفزازات صارخة. استفزازات لإيران الصينية ظهور بمنطقة لاداخ في قرب الهيمالايا، وتنازع الجانبان على الحدود منذ أكثر من نصف قرن. كشفت السلطات العراقية عن مقتل سيدة وإصابة 3 من رجال الأمن جراء انفجار عند نقطة تفتيش على طريق التكريت كركوك 250 كيلومتر شمال بغداد. وقالت خلية الإعلام الأمني إن دراجة نارية مفخخة انفجرت في سيطرة جسر بيك طريق التكريت كركوك شمال البلاد. وأضافت الخلية في بيانها أن الانفجار أدى إلى مقتل امرأة وجرح ثلاثة كمعلومات أو الحادث. أيها السادة والسيدات، بهذا نختم نشرتنا الإخبارية لهذا المساء. أترككم مع برامج الفضائية الإريترية. أنتم بألف. أيها السادة